عليكم، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله يا رب. كما العادة فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله بحول الله غنقدم معكم واحد فلان كيجي مزيون وخفيف، وهيدا المناسبات هذا أنا غنعملو حسبي، وبالنسبة لكم نتوما كتبقى يعني حرية الاختيار، ترافقوه بالفروطة تزوقوه بالفروطة. أنا غنعملو حسبي مرة. خليكم معايا غنجوزو نشوفوا المكونات اللي غنحتاجو في هذا الفلان هذا. بالنسبه للمكونات عندي هنايا يطرو لاروب د الحليب. بالنسبه للحليب راه يمكن لكم تضاعفوا الكميه يا اما تنقصوا اولا تضاعفوا. اذا بغيتو تعملوا نص لتر د الحليب كتعملوا 2 البيضات في نص لتر د الحليب. انا عندي هنا يطرو لاروب عملت فيها 4 البيضات. عندي هنايا كريمه د الطبخ، غنعمل هاد الكميه هادي غنحتاج هادي. عندي 4 البيضات. عندي هنايا سكر فاني والقشره د الحامض. وعندي هنايا كاس السكر اللي غنحتاج اللي غنخلط مع البيضات والحليب، وهذا اللي غنعملو فيه الكراميل. وهنايا غنحتاج كسويله فاش غنعمل. هنا اول حاجه عندي هاد الكسويله غنضيف فيها السكر باش غنوضعوه على البوطه باش كيوجد لنا الكراميل. وبالنسبه للمول اللي غنحتاج في الفلان، انا عندي هذا وعندي هذا. يعني بالنسبه للمول راه كيبقى اختياري اللي كتبغيو نتوما كتعدلوه. هنايا من بعد ما وضعنا الكراميل يتعدل على البوطه غنجوزو على بركه الله باش نخلطوا الحليب. نجيبوا الكسويله نعملوا فيها الحليب، من بعد غنزيدوا عليها كريمه الطبخ. هنايا غنضيف السكر. غنضيف داك السكر فاني. وغنحرك هاد المكونات مزيان. ومن بعد غنضيفو على البوطه تكون يعني البوطه تكون عندي خفيفه في الشعله ديالها. نخليه يطلع فيه شويه السخانه ومن بعد نزولوه. خليكم معايا. هنا غنجيب هاد الجبانه غنضيف فيها 4 البيضات. غنضيف فيها داك القشر د الحامض. غنحاول نخدم مزيان هاد البيضات حتى كيتخدموا مزيان. غنخليوهم على جنب. هنا من بعد ما وجد لي هذا الكراميل من بعد ما تعدل غنجيب هذا المول هذا غنضيف فيه هذا الكراميل هذا ونخليه حتى كيبرد لنا شتيتو باش ملي كنوضعوا عليه الخليط يكون شابر. نحاول نوزعو هيدا في المول. غنوضعوه على جنب نخليه حتى كيبرد. هنا ديك الحليب والكريمه اللي عملت على البوطه يسخنوا شتيتو، هي كتطلع فيهم الغلي يعني كيسخنوا شتيتو ماشي كيغلاو مره. جبتهم وغنبدا كنوضع على هاد البيضه تدريجيا شتيتو. انا كنوضع شتيتو وكنخلط بهذه الطريقه هذه باش البيضه ما كتقطع ليشي.
كنبقى بنفس الطريقه حتى كنكمل كلشي. كنبقى انا كنخدم ويانا كنكب هذا الخليط شويه بشويه تدريجيا حتى كنكملو كامل مره. خدمو مزيان بهبه الفوي. واذا عندنا حتى ميكسور بالضوء، مي انا فضلت نخدم نعمل يعني غير طرب باليد حتى كيتخدم مره. وكنجيبو ديك اللاطه الاوليه اللي عملنا فيها الكراميل وكنوضعوه فيها بحال هيدا. كيكون يعني برد لنا هاد الكراميل وشبر راسو. كنوضعو غنعملو هنايا وغنحشيوها في الفران حتى كيطيب، يعني ساعه الا ربع ساعه الا ربع ساعه على حسب الفران اللي عندكم. ومن بعد كنزولوها من الفران وكنحشيوها في الكونخيلادور، كنخليوه ليله يبرد ومن بعد كنقدموه بالصحه والراحه. مي انا اللاطه ما غنحشيهاش هيدا يعني ديريكت هيدا في الفران. غنعمل لها حمام مريم، غنعمل لاطه اخرى ونعمل فيها شي حاجه د الماء. خليكم معايا. كما كنقول راه يمكن لكم تضاعفوا الكميه، تعملوا كميه كبيره على حسب اذا كانوا عندنا ضياف. يعني كانوا عندنا ضياف اولا نقسموها على جوج د المولات، اولا هاد الكميه ونقسموها على جوج المولات كما كنقول كيعطي تبارك الله، كيعطي يعني كميه زايده. سينو اذا عملناه زوقناه بالفروطه وهذا كيعطي كميه مزيونه وكيجي يعني التحمير هاد الوجه. خليكم معايا نحشيوها في الفران، خليكم معايا حتى نجبدوه. هنا من بعد ما طاب فلان وخليته كما قلت في الكونخيلادور، نخليوه يا اما يبات اولا اذا طيبتوه مثلا في الصباح يكفيه واحد 5 ساعات في الكونخيلادور هذا حتى ل4. انا هنا كما قلت زوقته باللوز ايفيلي محمر شويه. بالنسبه اللي كيبغي يزوقو بالفروطه راه كيزوقو حتى بالفروطه، كيجي تبارك الله كبيبر وشباعي. وبالنسبه اللي كيبغي يجيه طالع فلان طالع يعمل المول صغير، يعني الحجم د المول يكون هيدا صغيور، ما يكونش بحال هيدا يعني كبير. انا عملت المول كبير. خليكم معايا نقطعوا طريف. هنا من بعد ما قطعت الطريف معكم شوفوا كيفاش كيجي ولا اروع. هنا من بعد ما قطعت معكم الطريف كيفاش كيجي عاقد وكيجي مزيون. كنتمنىكم يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم يعني وفلان يومي بالنسبه للناس اللي كيعجبهم يعني حاجه بارده يحليو بها بالليل كيجي مزيون. وراه بالنسبه للزواق وباش ترافقوه راه كتبقى هذيك مساله اختياريه. لهنا كنبغي نقول لكم السلام عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله. وشكرا بزاف للناس اللي كتخلي لي الكومنتاريوس مزيونين ولي لايك، وكنتمنىكم تبارطاجيو الفيديو. وشكرا بزاف، السلام عليكم.